تقبل الله منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إنه سعد وما أدراك ما سعد إنه سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الرسول اللي مش هيصلي على النبي مروح. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة من برنامج ببساطة، والنهارده هنتكلم على تربية الأولاد. طبعا لما بتكلم على تربية الأولاد بتكلم على مشروع شاب نشأ في عبادة الله. هو فعلا مشروع. انت لو حبيت ان يكون عندك يعني شاب ناشئ في عبادة الله في بيتك، لازم هتعدي بخطوات معينة هنتكلم عليها. أول خطوة تفتكر تعملها لو أنت حابب أن يكون عندك شاب ناشئ في عبادة الله، أول خطوة هي اختيار الزوجة. رجل يعني ذهب إلى الحسن البصري إمام التابعين وقال له إني يعني مراتي خلاص قربت إنها تولد أول مولود ليها، فأوصني، قل لي أي وصية كده. فقال لقد تأخرت في السؤال عامين، كنت المفروض تجيلي قبل ما تتجوز عشان أقول لك أنت لو عايز ولد صالح ليك يبقى لازم أن أنت تختار له زوجة أو أم صالحة. يبقى اختيار الزوجة أو الأم الصالحة اللي هتربي لك الولد ده لازم ده أول خطوة من خطوات مشروع شاب نشأ في عبادة الله. الخطوة الثانية اختيار اسم له. يقول ابن القيم رحمه الله إن كل إنسان له من اسمه نصيب. يعني زي ما كل واحد له من عمله نصيب، تلاقي إن الجزار بيبقى له من شغلته نصيب، الدكتور له من شغلته نصيب، المهندس له من شغلته نصيب. كذلك كل واحد له من اسم نصيب. اللي اسمه محمد هتلاقي ان هو برضه يعني دايما هتلاقي بيبص الى اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي مش لازم يعني تحصل، ولكن ابن القيم كان له يعني هدف، او يقول ان كل انسان له من اسم نصيب. فاختار له اسم يكون له علاقه بالدين. يعني مثلا سميه عبد الرحمن، فتقوم كل شويه تقول له انا سميتك عبد الرحمن، دي احب الاسماء الى الله. وان عبد الرحمن ده نسبة إلى عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف كان رجلا تاجرا، وكان يعني ذكي جدا وكان شاطر جدا في التجارة. فأنت ما ينفعش تطلع عاطل، ما ينفعش تطلع فاشل في حياتك بالشكل ده. اسمك عبد الله، ما ينفعش يا عبد الله تكون ما بتصليش، ما ينفعش يا عبد الله تكون مثلا بتكذب والحاجات دي. فاختار له اسم يكون له علاقة بالدين عشان كل شوية تقعد تذكره بالأشياء دي. ثالث حاجة اختار له هدف، يعني تقول له أنا نفسي أشوفك كذا. الإمام مالك رحمه الله كان يقول إني قلت لأمي إني أنا عايز أذهب فأكتب العلم، فقالت تعالى فألبسك ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرة وعممتني، فأجابت له لبس فيه عمامة ولبسته لبس العلماء عشان تحببه في العلم. شوف بقى تربية الإيه؟ تربية الأم. هو أول ما حست إن هو عنده رغبة في العلم هي حببته بحاجة زي كده. محمد الفاتح فاتح القسطنطينية كما كلنا نعلم في سيرته إن أمه كانت بتأخذه كثيرا عند البحر، وكانت تقول له يا محمد إن هذه اللي خلف البحر دي مدينة تسمى القسطنطينية، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها على أيدي المسلمين، فأسأل الله عز وجل أن تكون أنت هذا الولد الذي أو هذا الشاب الذي سيفتح القسطنطينية
تفتح القسطنطينية على يديه. فمحمد الفاتح لما كبر فعلا ونفذ وصية أمه، ونشوف هنا إزاي إن الأم بتربي. عشان كده إحنا قلنا في المشروع ده، قلنا إن أول خطوة إنك تختار الزوجة الصالحة أو تختار الأم الصالحة للأولاد. فشوف إزاي تربية الأم لمحمد الفاتح كانت سبب إن محمد وهو صغير كبر وعرف إن ورا البحر ده مدينة تسمى قسطنطينية، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستفتح على يد أحد المسلمين، فكان هو هذا الرجل. الدكتور أحمد زويل طبعا حاصل على يعني جائزة نوبل، كان مكتوب على باب أوضته الدكتور أحمد زويل وهو في سنة 5 ابتدائي. فشوف طريقة التربية وشوف إنك إزاي بتختار له هدف من وهو صغير. رابع حاجة لازم تكون يعني أنت كأب أو كأم تكون قدوة له. يعني لازم لو أنت عايزه يصلي يبقى لازم أنت كمان تكون بتصلي، عايز يكون من أهل المسجد يبقى لازم تكون أنت كمان من أهل المسجد، عايز يكون من أهل القرآن يبقى لازم يكون هو كمان من أهل القرآن. فلازم زي ما هيشوفك زي ما هيعمل، لأن دايما الأب والأم بيكونوا قدوة الأبناء دايما، ويكون دايما بيبص لهم من دول فعلا يعني قدوتهم ما فيش زيهم. خامس حاجة خد بالك من الأكل الحلال. الأكل الحلال وتقوى الله عز وجل من الحاجات ومن الأسباب اللي بتكون سبب إن ربنا عز وجل يبارك لك في الأولاد دول ويطلعوا شباب ناشئ في عبادة الله. الإمام البخاري رحمه الله لما أبوه يعني خلاص بيحتضر وخلاص يعني قرب إن هو يموت، فقال له: يا محمد تعالى، فإني قد تركت لك 1000 دينار لا أعلم فيها درهما واحدا فيه شبهة. ساب له 1000 يعني حاجة زي مليون ده زمانهم زي عندنا زي مليار كده. ساب له 1,000,000 درهم مفهومش درهم واحد فيه شبهة، مش حرام فيه شبهة. فيوم البخاري رحمه الله ياخد الفلوس دي كلها وينفقها في طلب العلم وفي تحصيل الحديث. والنهاردة يعني درس على إيد الإمام البخاري رحمه الله أكثر من 300,000 طالب علم في زمنه اللي درسوا صحيح البخاري وتداولوه بالشكل ده. فلعل إن اللي وصل ليه الإمام البخاري والقبول اللي وصل بيه الإمام البخاري وصحيحه نرى إن ده بفضل الأكل الحلال أو فضل الرزق الحلال لأبوه. أيضا نرى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: إن الله عز وجل ليبارك للعبد في عقبه وعقب عقبه، يعني في أولاده أولاده. وكان سعيد بن المسيب كان من التابعين رحمه الله كان يقول إن لابنه: إني لأصلي زيادة من أجلك، يعني كنت بصلي زيادة عشان ربنا يبارك لي فيه. والحق سبحانه وتعالى يعني يعلمنا ذلك جليا في سورة النساء حينما قال: والذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى إذن أنت لو أنت خايف على أولادك تتقي الله عز وجل، تأكل الحلال، ربنا يبارك لك فيهم ويجعلهم إن شاء الله شباب ناشئ في عبادة الله. ولعلنا نقف عند القصة المعروفة في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. ربنا عز وجل أرسل نبيين موسى والخضر عليهما السلام إلى القوم هؤلاء حتى يعني يكملوا الجدار، لأن كان تحت الجدار ده في كنز للفتية دول. وكان كما جاء في عند قول الحق سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. فشوف ازاي ان كما قلنا ان مشروع شاب ناشئ في عبادة الله ان احنا ازاي نربي اولادنا. قلنا بنختار له الزوجة او الام الصالحة اللي بتربيه، بنختار له اسم، بنختار له هدف زي ما فعلت ام الامام مالك وزي ما فعلت ام محمد الفاتح وغيرهم وام احمد زويل. بنختار قدوة، انت بتكون قدوة له وبتختار له قدوة طبعا، وما اعظم ان يكون قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما تسأله انت مين قدوتك؟ لو قال لك لعيب كورة خد بالك، لو قال لك ممثل خد بالك، لو قال لك فنان خد بالك، انت قدوتك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودايما يتعود في الجزئية دي. الأكل الحلال وتكلمنا فيه عن إزاي الإمام البخاري ببركة أكل حلال أبوه إزاي إن هو أصبح الإمام البخاري وأصبح بهذه الشهرة، وإزاي إن صحيح البخاري يعني لقي قبول عند كثير من الناس. آخر حاجة خالص إحنا عايزين نعلم أولادنا جماعة على إن ما يعملش الحاجة عشان هي حرام، مش ما يعملش الحاجة عشان هي عيب. دي آخر حاجة هنختم بيها، لأن كثير من الناس يجي يعلم أولاده يعلمه يقول له إيه؟ أوعى تعمل دي، الناس تقول عليك إيه؟ عيب. لا، احنا عايزين نعلم اولادنا اوعى تعمل دي، فالحق سبحانه وتعالى يراك فهي حرام، فنعلمه الحلال والحرام مش العيب او الاتيكيت او ما الى ذلك.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.